انتهى مباراة الزمالك ومودرن سبورت 2-2. بدري قوي قوي يا زمالك على السيناريوهات التعادل. بدري قوي على السيناريوهات يا معتمد جمال، بس احنا واثقين فيك. نادي الزمالك يتعادل مع مودرن سبورت 2-2 وحالة طرد وحيدة للاعب نادي الزمالك. يلا بينا نشوف تشكيلة نادي الزمالك اللي اعتمد عليها الكابتن معتمد جمال في مباراة اليوم مع مودرن سبورت في المباراة الودية الثالثة والأخيرة استعدادا للموسم الجديد، وأول مباراة مع سيد البلد الاتحاد الإسكندري. التشكيلة الأساسية اللي بدأ بها الكابتن معتمد جمال اليوم هي محمد عواد حراسة المرمى، حمد الونش ومحمد إسماعيل قلب دفاع، على اليمين عمر جابر، وعلى الشمال محمود بنتاي، محمد شحاتة وأحمد فتوح مركز الثمانية، وصانع الألعاب آدم كايد، على اليمين إيشو أحمد شريف، والمهاجم الوحيد عدي الدباغ. يلا بينا على تفاصيل المباراة. الزمالك بدأ في الشوط الأول أفضل بكتير من مودرن سبورت، كان خلى الزمالك كان الشوط الأول 1-0 بتقدم الهدف عمر جابر. هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا في الهجمات المرتدة، سواء في الكرات الثابتة أو الزيادات الهجومية، طبعا شفناها في مباراة أورنج ومباراة البلاستيك، وحصل النهاردة في مباراة ماتش مودرن سبورت. أحداث الشوط الثاني والتغييرات الكابتن معتمد جمال. بداية الشوط الثاني وتغييرات الكابتن معتمد جمال، التغييرات كانت طبعا المهدي سليمان، مصطفى الزناري، واحمد ربيع، والظهير الايمن محمد فراج اللي نزل مكان عمر جابر صاحب الهدف، ونزل من على الدكه برضه المهاجم ناصر منسي مكان المهاجم عدي الدباغ اللي شارك مع الزمالك في اول ماتشات الوديه في مباراه النهارده. الشوط الثاني ضغط كبير قوي من فريق مودرن سبورت على نادي الزمالك بعد تغييرات الكابتن معتمد جمال وخروج بعض اللعيبه والعناصر الاساسيه وتغييرهم. طبعا كلنا عارفين دي مباراه وديه، فلازم يغير عشان يشوف هيعتمد على مين في المباراه الاساسيه مع اول مباراه في الاتحاد الاسكندري سيد البلد. طبعا عارفين سيد البلد نادي كبير وفريق جماهيري وليه كل الاحترام وكل التقدير. طبعا بعد بداية المباراة ب10 دقايق حالة الطرد لمصطفى الزناري بعد 10 دقايق من نزوله أرضية الملعب في الشوط الثاني، وده السبب خلى المباراة الشوط الثاني اللعيبة تلعب في 10 لاعبين فقط، وضغط كبير حصل من فريق مودرن سبورت على نادي الزمالك بسبب عدد النقص اللاعب موجود خط الدفاع. مودرن سبورت يسجل الأول ويسجل الثاني، يبقى كده النتيجة 2-1 لنادي مودرن سبورت. يجي في آخر 5 دقايق من اللقاء الزمالك يضغط ويتعادل مع نادي مودرن سبورت في آخر 5 دقايق بعد الضغط الرهيب اللي حصل من نادي الزمالك على نادي مودرن سبورت. طبعا زي ما انتم عارفين احنا عندنا في لعيبة لسه ما وصلتش وفي لعيبة لسه بتتأهل، طبعا زي شيكو بنزا وزي عبد الله السعيد لسه النهارده